مسك الميكانيكي على السطح وكان عاوز يحدفه من فوق، لان الميكانيكي كان بيستفزه بسبب وفاة اخته سيلين، وبيقوله ان سيلين عايشة. وللاسف تاي بيفضل متعلق بالامل ده، وبيكون فاهم ان الميكانيكي ممكن يقوله على مكان اخته سيلين اللي ممكن تكون لسه عايشة لحد دلوقتي. ونسلهان بتكون خايفة من رد فعل تاي، لانها بتكون متأكدة ان الميكانيكي ما بيعملش حاجة غير انه بيستفز تاي. المهم ان تاي ما بيقدرش يستفاد من الميكانيكي في حاجة، فبيضطر ان هو يسيبه. لما بتفضل نسلهان تطلب منه اكتر من مرة ان هو يسيبه عشان يكملوا معاه تحقيق. المهم ان نسلهان بتطلب من تاي ان هو ينزل من على السطح عشان يهدى شوية، وبيكون معاه ظابط بيهديه. ونسلهان بتفتكر اخر مرة كانت سيلين معاها وكانت بتكلم اخوها في الموبايل، وبتتأكد ان تاي يبقى اخو سيلين، وما شافتوش وقت ما جه المكان عشان نسلهان كانت فاقده الوعي. اما كيت فبتكون مشغوله في المعرض بتاعها، لكن برضو بالها بيكون مشغول بالميكانيكي. وكيت بتخلي رجالتها يتصرفوا، وبتروح تتكلم مع جوزها اللي ما بيكونش شاغل باله باي حاجه خالص. وكيت بتكون شايله هم المصيبه اللي حصلت معاها. المهم ان الميكانيكي مش بيسكت برضو، وبيفضل يستفز نسلهان وبيقول لها احنا منظمه كبيره جدا ومحدش منكم هيقدر يكسبنا عشان احنا معانا فلوس. ونسلهان بتقول له بس الفلوس مش كل حاجه. والميكانيكي بيقول لها لا، في الزمن ده الفلوس كل حاجه، زي دلوقتي كده بالظبط. وفجاه الميكانيكي بيشاور لواحد من الحراس، وده بيكون خاين وبيضرب بقيه الحرس. ونسلهان بتحاول تهرب من على السطح، وطبعا تاي بيسمع ضرب النار وبيطلع بسرعه عشان يشوف اللي حصل، لكن الميكانيكي بيكون هرب ونسلهان راحت تستخبى منه. ولما تاي بيطلع على السطح تاني ما بيلاقيش غير نسلهان اللي بيكون مستخبيه منهم، وبتعرفوا ان الميكانيكي نزل تحت وتاي بيروح وراه. ونسلهان بتتصل على المنظمه عشان تعرفهم اللي حصل وعشان يبعتوا لها دعم. اما تاي فبيفضل ورا الميكانيكي وبيضرب الحارس اللي بيساعده، او بمعنى اصح بيراقبه كويس قوي، وبيطلع من وراه وبيضربه بالنار. وبيروح تاي عشان يلحق الميكانيكي قبل ما يهرب. وبصراحه كده الميكانيكي ده بيطلع خواف اكتر مما كنت اتوقع، لانه اول ما بيحس ان تاي وراه بيقف مكانه وبيسلم نفسه وبيقول له بص بقى، انا ممكن اديلك فلوس كتير قوي واثبت لك ان اختك لسه عايشه، بس سيبني اهرب. وتاي عيني بيكون عنده امل اكبر ان اخته لسه عايشه، وبيحاول ياخد معلومات من الميكانيكي، بس للاسف مش بيتكلم خالص. وده بيخلي تاي يتعصب وكان لسه هيقتله، بس نسلهان بتلحقه قبل ما يعمل اي حاجه، وبيضطر تاي ان هو يسيبه وبيسلمه للشرطه اللي مع نسلهان. وفي وقت تاني في بيت جميل، كورت بيكون واخد راحته على الاخر في بيت جميل، بس كورت بيكون عاوز اي حاجه توصله بالمنظمه من غير ما جميل يحس عشان يوصل معلومات بيت جميل للمنظمة. وبيعرفهم ان بيت جميل مكون من اسرته، وهي مراته وولاده وابن اخوه اللي ما بيكونش طايقه. وكورت بيكون شاكك في مراته وابن اخوه اللي بيحاول يستولي على فلوسه. ولما جميل بيروح يتكلم مع ابن اخوه عن امور الشغل اللي باظت اثناء غيابه، بيعرف انه فرق المافيا كلها وسرقوه، وبما فيهم دراعه اليمين اللي كان واثق فيه جدا ومعرفه على كل حاجة، هو اللي سرق خزنته. وبيفضل جميل متضايق بسبب اللي حصل، لكن مش بيعدي اللي حصل ده بسهولة ابدا، وبيفضل يزعق لابن اخوه لانه ما قدرش يحافظ على الاملاك. وجميل بيضرب ابن اخوه قدام الحرس عادي جدا، وده طبعا بيضايقه لان جميل بيهينه قدام الحرس بتوعه. وفي الطريق بيكون تاي ونسلهان رايحين المنظمه بعد اللي حصل ده، ونسلهان بتكون متضايقه من تاي لانه ما عرفهاش ان هو اخو سيلين. وتاي بيقول لها هي دي التعليمات اللي جات لي وكان لازم انفذها. ونسلهان بتقول له بس انا كان لازم اعرف. وتاي بيقول لها وانا كان لازم انفذ التعليمات، وبعدين ما فيش اي حاجه اتغيرت، كل حاجه فضلت زي ما هي. ونسلهان بتقول له ما انا كان ممكن اعزيك. وتاي بيقول لها اعتبر ان العزا بتاعك وصل. وبتقول له انت عارف ان الميكانيكي كان بيضحك عليك وكان بيستفزك وخلاص صح؟ وتاي بيقول لها طبعا عارف، بس الحقيقه بقى ان تاي بيكون دماغه شغاله وما بتقفش خالص، وما بيبطلش تفكير في اي طريقه يعرف بيها مكان اخته علشان يعرف اذا كانت عايشه ولا لا. اما كيت فبتكون في المعرض بتاعها، والصحافه بتروح تسالها عن اللوح، بس اللي بيحصل ان كيت بيكون بالها مشغول بالميكانيكي اللي بتعرف انه اتقبض عليه على الرغم من محاوله هروبه. ولما كيت مش بتلاقي حل في هروب الميكانيكي بتضطر انها تستخدم قوتها كلها، وبتكلم واحد من رجالتها وبتقول له جهز نفسك انت والرجاله كلهم عشان هتروحوا تخطفوه. اما كورت فبيخلص كتابه الرساله وبيطلع لجميل اللي بيجهز نفسه هو ورجالته علشان يروحوا لبقيه العصابه. ولما ابن اخوه بيركب العربيه عشان يروح معاه، جميل بيوقفه وبياخد كورت معاه، وده بيكون مضايق ابن اخوه جدا. ومراته اللي بيكون مش طايقه جميل وبتتفق مع ابن اخوه عشان ياخدوا حاجه جميل كلها. المهم ان رجاله كيت بيروحوا لواحد من المافيا عشان يحضر الاسلحه اللازمه اللي هيهجموا بيها على الشرطه عشان يقدروا يخطفوا الميكانيكي. وبيروحوا لتاجر السلاح ده وما بيكونش عاوز يسلمهم الاسلحه كلها، بس طبعا بيوافق لما بيلاقي كيت دفعت فلوس زياده. المهم
المهم ان بعد ما رجاله كيت بيمشوا بيكون تاجر السلاح بيتكلم مع واحد من رجالته وبيكون عاوز يعرف مين كيت دي، بس التاجر بيقول له كده كده هنعرف، روح جهز السلاح احسن. وفي المنظمه بتكون نسلهان في اوضه التحقيق وبتكون قاعده مع الميكانيكي عشان تعرف معلومات عنه وعن حادثه سيلين، لكن الميكانيكي بيعمل فيها اهبل وما بيقولش اي حاجه، ونسلهان بتتخانق معاه وبتروح على مكتب الرئيس وبتروح تقول له هو انا ليه ما عرفتش ان سليم بتكون اخت تي؟ والرئيس بيقول لها وانت لما عرفتي استفدتي ايه؟ ونسلهان بتقول له انا قلت لتي الطريقه اللي سيلين اتعذبت بيها قبل ما تموت. وهنا الرئيس بيفهم انه كان غلطان في القرار ده وبتعرفه ان الميكانيكي قال لتي ان اخته لسه عايشه وعارف ان سيلين بتكون اخت تي. وفي الوقت ده تي بيكون بيفتكر يوم العيد ميلاد بتاع سيلين لما راح لها فجاه عشان يفاجئها ويديها الهديه بتاعته وهي سلسله، ودي بتكون نفس السلسله اللي سيلين ادتها لنسلهان قبل الحادثه. ولما نسلهان بتخرج من مكتب رئيسها تي بيطلب من نسلهان انه يحقق مع الميكانيكي، وطبعا نسلهان بترفض لان ما بتكونش عاوزه تدخل تي في الموضوع ده. ونسلهان بتقول له سيلين ماتت بسبب الانفجار ومحدش عارف يلم اجزاء جسمها، وتي بيضطر ان هو يسكت، لكن في حاجه جواه بتقول له سيلين لسه عايشه وبتديله امل. ولما نسلهان بتروح على اوضه المراقبه اللي بيكون فيها تصوير للقوات وهما بيهجموا على بيت الميكانيكي وتي بيكون واقف بيتفرج معاهم، فعلا القوات بتوصل البيت وبيكون في شخص واحد بس في البيت وبيقتلوه وبيبداوا يدوروا على شنطه سيلين على امل انهم يلاقوا فيها اللاب اللي عليه الشفره. بس نسلهان بتلاحظ شنطه سيلين اللي كان فيها اللاب تحت الترابيزه، وقبل ما الشرطي يقرب من الشنطه تي بيكون لاحظ ان في قنبله في الشنطه، والكل بيعرف ان ده فخ، وشرطي القنابل بيروح يفكها وما بيلاقوش في الشنطه اي حاجه. وبتطلع نسلهان تعرف رئيسها اللي حصل وبتعرفه ان الميكانيكي مش عاوز يتكلم في الموضوع وانه هياخد شويه وقت. ولما نسلهان بتخلص شغلها بتلاقي واحده من زميلاتها خلصوا شغل وطالعه عشان تتفرج على فستان فرحها، ونسلهان بتقرر انها تروح معاها، وطبعا تي بيروح يتفسح معاهم. وفي المكان ده جوز كيت بيكون في نادي المصارعه وما بيكونش مهتم باي حاجه تخص شغله خالص وعاوز يكسب وخلاص. ولما بيدخل يتسارع مع واحد من الموجودين في الحلبة بينضرب وما بيقدرش ان هو يكمل، وعشان كده بينزل حد مكانه عشان يقدر يهزمه، وفعلا اللي بيخطط له بيحصل على طول وبيقدر يهزم الشخص اللي بيستفزه ده بكل سهولة. اما نسلهان وصاحبتها فبيروحوا الاتيليه علشان يشوفوا الفستان، وتي بيطلع قبلهم عشان يأمن المكان. ولما بيطلعوا الاتيليه نسلهان بتقعد عشان تتفرج وصاحبتها بتروح تغير عشان تشوف الفستان، وتي بيكون واقف وبيتفرج عليها، بس تي ما بيكونش مركز في اي حاجة بتحصل حواليه خالص. بس بيلاقي واحدة من الموظفين مركزة معاه وبتحاول تقرب منه لدرجة انها بتحاول تتكلم معاه وتطلب صفحته الشخصية، ونسلهان بتكون قاعدة بتضحك عليها عشان تي بيقول لها كلام غلط، لحد ما تي بيقول لها ابعدي بقى يا بنتي انا في شغلي دلوقتي. وبعد ثواني صاحبة نسلهان بتخرج وبتكون لابسة الفستان وصاحبتها ما بتكونش راضية عن الفستان، ونسلهان لما بتقول له ايه رأيك يا تي بيقول لها والله انا شايف ان الفستان ده بيطلعك قصيرة والاحسن بقى انك تشوفي فستان بقصة طويلة. ونسلهان بتقول له انت شايف كده؟ وتي بيقول لها والله انت اللي سألتيني عن رأيي فقلته بصراحة. المهم ان البنات بيستغربوا ان في واحد زي تي اللي مقضي حياته كلها في الجيش ازاي يكون عارف كل حاجة حتى الفساتين بتاعت الزفاف. المهم انهم في الاخر بيقتنعوا برأيه وبيروحوا يجربوا فستان بقصات اطول. اما في المنظمة فبيكون الدنيا مقلوبة لان الميكانيكي ما بيرضاش يقول اي حاجة تخص التحقيق. وفي مكان تاني بيكون جماعة المافيا متجمعين وبيوزعوا على بعض الشغل وكل واحد منهم بيعرف ايه اللي هيعمله، وبيكون بينهم تاجر السلاح ده اللي بيعرفهم انه هيجهز شحنة اسلحة كبيرة للملكة كيت اللي مش معروفة لحد دلوقتي. وفي الوقت ده بيوصل جميل ورجالته المكان، ولما بيحاول يدخل واحد من الحرس بيوقفه وما بيكونش عارفه وبيطلب منه ان هو يبعد عن المكان، بس جميل ما بيسكتش خالص وبيمسك الحارس ده وبيضربه وبيقول الموجودين المكان ده مكاني من قبل ما تيجوا هنا، وعلشان كده انا هعرف كل الموجودين انا ابقى مين. وبيضرب الحارس ده بالسكينة في وشه عشان يفضل فاكره على طول. المهم ان جميل بعد ما بيعمل المشكلة دي الحارس ده بيطلع عنده وبيتصل على رئيس المافيا وبيعرفه ان جميل موجود وانه عاوزه يحضر الاجتماع، ورئيس المافيا بيوافق بس بشرط انه يسيب اي سلاح خاص بيه بره الاجتماع. ولما جميل بيروح يحضر الاجتماع ده بيلاقي لقيت الموجودين مش قابلين وجوده، بس جميل بيتصرف بكل برود وبيقعد ياكل عادي خالص، وبيلاقي تاجر السلاح موجود معاه وبيستفزه. وهنا بنعرف ان تاجر السلاح ده كان صديقه المقرب اللي سرق منه نص بيته، بس دلوقتي الاوضاع اتغيرت خالص وبقى بيطلب من جميل
انه يبوس ايده احتراما لمكانته في الاجتماع. ولما جميل بيرفض يعمل ده بيلاقي رئيسهم بيقوله اللي بيقعد معانا يقعد باحترام، ويا ريت تقعد كصديق بدل ما تمشي كعدو. وطبعا بيطلع جميل من الاجتماع وهو متضايق جدا، وكورت بيكون معاه وشايف الوضع اللي حصل ومستني اي حركة من جميل عشان يهجم عليهم، بس بيمشي من غير ما يحصل اي حاجة